السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي صينية الدجاج مع الخضروات. بالبداية أنا راح أتبل الدجاجة تقريبا قبل 3-4 ساعات، أو إذا كان عندكم وقت تقدرون تتبلونها قبل بليلة. راح أخلي كل التوابل بالمعجانة تكون حجمها مناسب. أضيف عليهم الخل، تقريبا نص كوب خل، ربع كوب زيت، وأخفقهم بالطريقة هذه. بعدها راح أضيف المعجون، تقريبا ملعقتين كبار معجون طماطم، تقدرون تزيدين أو تقللين على حسب اللي يناسبك. بالطريقة هذه راح أضيف عليهم تقريبا أقل ربع كوب مي، تقريبا 3 ملاعق كبار من الماء، يصير عندنا التتبيلة بالقوام هذه. راح أضيف عليها تقريبا ملعقة كبيرة ملح. هذه التتبيلة اللي راح أضيف بها الدجاج. أنا استخدمت دجاجة كاملة، قطعتها وراح أخليها بالتتبيلة وأشرب التتبيلة كل زين داخل الدجاجة. بعدها راح أستعمل إيدي حتى أشربها كل زين، أشرب كل التتبيلة داخل الدجاج. راح أخليها بنايلونة وأخليها بالمجمدة تقريبا يا أما ليلة كاملة يا أما 3 ساعات، بعد على حسب انتو شنو يناسبكم. كل ما خليتوها بالتتبيلة أكثر كل ما شربت بها التتبيلة، وبالتالي الطعم كان أطيب. هسه راح أبدي أثرب كل الخضروات بالطريقة هذه. تقدرون تستخدمون كمية الخضروات اللي تناسبكم، وتستخدمون نوع الخضروات اللي يناسبكم. مثلا تقدرون تضيفون بروكلي أو جزر أو شجر على حسب الأشياء اللي تحبوها أنتو واللي تناسبكم. أنا هنا استخدمت حبتين بتيتة، حبتين طماطة، حبتين باذنجان، وبصل. تقدرون تقللون أو تزيدون على حسب الكمية اللي تناسبكم. أهم شي قطعتكم لا تسوونها حال متان ولا تسوونها حال خفاف، سووها بشكل مناسب بحيث انه تستوي وهماتينا ما يروح طعمها. وما كملت عندي كل الخضروات، هسه صاروا جاهزين انه اضيف عليهم بقية المكونات. راح اخلي عليهم رشة ملح وزيت بالاضافة الى المعجون. اشربهم كل زين واخلطهم حتى يتشرب الملح والمعجون داخل الخضروات. أنا بالبداية قررت أستخدم البايركس، بعدين طلعت الكمية كلش هواي مقارنة بحجم البايركس، فشلته خليته بالطاوة. خبطتهم كل زين حتى المعجون والملح يتشربون داخل الخضروات كلهم. هسه راح أبدي أضيف كل قطع الدجاج المتبلة، وراها أغطيها بالسيليفون وأخليها على درجة حرارة 200
وأخليها على آخر طبقة من الفرن. تستغرق تقريبا ساعة، ساعة ونص تستوي عندنا، وعلى حسب حرارة الفرن عندك. هذا شكلها ورا ما استوت من جوا. هسه راح أبدي أدهنها بالزيت مالتها نفسه. طبعا هذا الزيت كله طلع من الدجاجة، أنا ضفت كمية الزيت اللي ضفتها كانت قليلة. راح أدهن بنفس الزيت من فوق حتى أستوها من فوق، تحمر من فوق ويصير الشكل مالتها أحلى. وعليكم بألف عافية يا رب.